العام. في البداية نحن مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي تفدم ندين ونستنكر مقتل النائبة الأفغانية مرسال نبي زادة في عقر دارها على يد بعض المجموعات المتطرفة والجبانة التي تحاول أن تجعل قتل المرأة وسيلة للسيطرة والتحكم بالذهنية السلطوية على الشريحة النسائية في عموم أفغانستان، بالرغم من أنها أصرت على البقاء في وطنها حتى بعد سيطرة طالبان على المنطقة، حيث كان لدى السيدة مرسال نبي زادة إصرارا كبيرا على حماية حقوق المرأة في البرلمان الأفغاني قبل سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، وكان لها دور بارز في مجال السياسة وحماية حقوق المرأة والعمل على إعادة ما سلبت من دورها في المجتمع وإنهاء السيطرة السلطوية الذكورية التي تحول المجتمع من طبيعته الأخلاقية إلى جماعات متشددة ومتطرفة وناكرة لدور المرأة. فاليوم المنطقة برمتها تتجه نحو بناء إرادة مجتمعية حرة بطليعة المرأة المكافحة والمناضلة ضد الظلم والطغيان وضد الذهنية السلطوية الذكورية والإرهاب. فالمرأة اليوم أصبحت تملك ميراثا من المقاومة والنضال العصري تحت شعار المرأة الحياة الحرية جين جيان آزادي. فهذا الشعار أصبح شعارا لكل النساء في المنطقة والعالم بأسرها. ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا نموذجا حيا لمدى تطور الفكر التحريري الجنسوي، وخلقت أرضية موسعة لثورة المرأة لتمتد إلى رجهلات كردستان وإيران، ثورة تقودها المرأة بكل أمل وبثقة تامة. فلسنا مستغربين أن تؤثر هذه الروح للمرأة الثورية في فكر ووجدان النائبة الأفغانية مرسال نبي زادة التي كانت بإمكانها قيادة ثورة جديدة في أفغانستان بانضمامها لشعار المرأة الحياة الحرية. لكن أيادي الغدر نالت من إرادتها، حيث طريقة اغتيالها لا تختلف عن طريقة اغتيال جينا أميني والعديد من الرفيقات ساكنة جنسز فيدان وليلى وزينب صاروخان وآخرها أفين، لأن الذهنية السلطوية التعصبية هي ذاتها. مرة ثانية ندين هذا العمل الإجرامي بحق المرأة المناضلة والحقوقية مرسال نبي زادة، ولن تنال من نهوض ونضال المرأة بل سوف تتطور أكثر وتنتصر. مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي